السلام عليكم الإخوان التلاميذ الأخوات التلميذات. هذا الفيديو عاجل على وجه الخصوص الناس اللي غيتلقاو نتائج البكالوريا إن شاء الله تعالى نهار الحد 18 في هذا الشهر، واللي ناويين أنهم يكملوا الدراسة ديالهم وناويين أنهم يستافدوا من حتى التعليم العالي، سواء الناس اللي غيديروا المدارس والمعاهد ولا الجامعة، ولا كذلك التكوين المهني، حيت هذا التكوين المهني في السنوات الأخيرة في لابورس. واحد البلاغ خرجته الوزارة مؤخرا ديال واحد الشرط جديد للناس اللي باغيين يستافدوا من حتى التعليم العالي. كما كتشوفوا معايا هذا البلاغ هنا كينص على انه الناس اللي باغيين يستافدوا من المنحة من الواجب عليهم انهم يتسجلوا هما والعائلات ديالهم في السجلين، السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. هاد الناس، هاد البلاغ ما كيهمش غير الناس ديال المنحة الجامعية، وكذلك حتى الناس اللي كيستافدوا من برنامج تيسير. بالتوفيق للجميع ان شاء الله، والله يفرحكم ان شاء الله بشي نقاط مزيانة، وكل شيء ينجح وكل شيء يمشي بخير وعلى خير ان شاء الله. بالتوفيق للجميع. الى استفدتي من الفيديو ما تنساش تجي واشتراك، والله يسر لكم.